يوم 31 ديسمبر سنة 2000 وفي هدوء قرية ميت بنما على طريق القناطر الخيرية، بيتفاجئ الناس اللي ماشيين على الطريق بمشهد مرعب وكأنه من فيلم أكشن. أتوبيس هيئة النقل العام رقم 953 ماشي على الطريق بسرعة جنونية، ده غير إنه عمال يتميل على الطريق يمين وشمال وبيخبط في كل جنب شوية. والكارثة إن أصوات الصراخ اللي طالعة من الأتوبيس مرعبة جدا. في البداية الناس افتكرت إن سواق الأتوبيس فقد السيطرة على الأتوبيس وهيعملوا حادثة، لكن اكتشفوا إن الموضوع أبشع من كده بكتير وهينتهي بكوارث اكبر. يا ترى ايه اللي حصل للأتوبيس وايه هي المفاجآت اللي اكتشفوها؟ ده اللي هنعرفه النهارده في دكان الحكاوي. الحكاية بدأت في آخر يوم من شهر ديسمبر سنة 2000 وتحديدا في القناطر الخيرية عند موقف أتوبيسات النقل العام، وده لأن كان موسم أعياد والمكان كان زحمة جدا، وطبعا عدد أتوبيسات النقل العام اللي هتوديهم رمسيس ما كانش مكفي الزحمة اللي موجودة في الموقف. علشان كده الأتوبيس اللي كان بيجي كان بيركبوا أكبر عدد من الناس وبيكون زحمة لأقصى درجة، ولأن الشوارع كلها زحمة بدأت الأتوبيسات تتأخر في الوصول للموقف، وده طبعا خلى الناس اللي موجودين في الموقف تزيد أكتر وأكتر. ساعتها بيوصل الموقف الأتوبيس رقم 953 اللي متجه لرمسيس، وساعتها الوقت كان متأخر وكانت الساعة 9 المغرب، والناس كانت عايزة تلحق توصل للقاهرة بأسرع وقت ممكن لأن الطريق طويل وهم عايزين يلحقوا يقضوا ليلة راس السنة مع أسرتهم. فعلى طول أول ما بيشوفوا أي أتوبيس داخل الموقف بيجروا عليه ويتميل الأتوبيس على طول، لأن الكل عايز يروح يعيد مع أسرته في ليلة راس السنة. المهم السواق من كتر الزحمة ما كانش عارف يشوف حواليه، وكان بيطلب من الكمساري ان هو يساعده وينظم الناس. المشكلة ان السواق ما كانش عارف يلاقي الكمساري من كتر الزحمة اللي موجودة بره الأتوبيس وجوه الأتوبيس، لأن الشوارع ساعتها كانت مليانة بالناس، والأتوبيس طبعا كان ضخم جدا وكان لازم يمشي في شوارع شبه فاضية. وهنا الكمساري كان بيقترح على السواق ان هو يطلع من أي شوارع جانبية علشان يخرج من الموقف بأي طريقة، وساعتها يوصلوا على الطريق السريع ويكملوا مشوارهم. وفعلا السواق بيسمع كلام الكمساري وبيدخل من شوارع جانبية بالرغم ان هي ضيقة جدا، لكن عارف ان هو يخرج منها. الكارثة بقى ان هو لقى نفسه في وسط ميدان القناطر واللي كان فيه اضعاف الزحمة اللي كانت موجودة في الموقف. الاوحش بقى ان الناس اللي كانت موجودة في الميدان كانت بتركب هي كمان الاتوبيس، ده غير ان السواق تقريبا من كتر الزحمة اللي موجودة جوه الاتوبيس كانش عارف يتحرك بيه. المشكلة التانية ان اول ما بتبتدي الزحمة تخف شوية عن الطريق فجأة العربيات كلها بتجري بمنتهى السرعة، وطبعا كلنا عارفين سرعة عربيات الميكروباص والعربيات الصغيرة. يا دوبك اتوبيس النقل العام يبدأ يتحرك يلاقي عربية ميكروباص بتخبط فيه من ورا، وكان نتيجة اللي حصل ده ان اتوبيس هيئة النقل العام اتعرض لتكسير من ورا. اما العربية الميكروباص بقى فكان الجزء الامامي بتاعها كله اتدمر، وكمان المرايات والازاز اللي في العربية كله اتكسر، وده طبعا بسبب السرعة الجنونية اللي بيسوق بيها سواقين الميكروباصات، ولانه ما اداش اي مساحة ما بينه وما بين الاتوبيس. طبعا سواق الميكروباص مش هيعترف ان هو اصلا غلطان، ده بالعكس نزل واتخانق مع سواق الاتوبيس، ده كمان عايز ياخد منه فلوس تصليح الميكروباص. طبعا سواق الاتوبيس عمال بيفهمه ان دي غلطته ومش غلطتي انا، وان انت خبطت فيا من ورا. بس طبعا سواق الميكروباص ما اهتمش لكلامه، فمسك عصايه حديد وكسر الازاز القداماني للاتوبيس والمرايات بتاعته، بالرغم ان هو عارف ان ده اتوبيس نقل عام وان دي اموال دوله. ساعتها سواق الاتوبيس قرر ان هو ينهي الجدال معاه، فمشي وسابه، ومش مهم الخساره اللي خسرها، بس اهم حاجه يرجع بالاتوبيس على رمسيس وبالركاب اللي معاه. وفعلا سواق الاتوبيس والكمساري اللي معاه بيطلعوا على الاتوبيس وبيكملوا طريقهم، لكن المفاجاه بقى ان بيلاقي عربيه الميكروباص ملحقاهم، وجواها السواق اللي كان بيتخانقوا معاه ومعاه 3 بلطجيه، وكلهم شايلين ادوات حاده وبيجروا باقصى سرعه ورا الاتوبيس. مش بس كده، دول كمان بيحاولوا ان هم يخبطوا الاتوبيس عشان يوقفوه. ساعتها السواق شاف ان كده في خطوره كبيره جدا على الركاب اللي معاه وكمان اتوبيس نقل العام اللي هو اصلا في عهدته، فقرر ساعتها ان هو ينطلق باقصى سرعه على الطريق. الموضوع بدا يدخل في الجد وبقت مطارده كبيره جدا على الطريق، لكن لسوء الحظ بيظهر مطب عالي جدا قدام الاتوبيس، فبيضطر سواق الاتوبيس ان هو يهدي عشان يتفادى المطب. وساعتها سواق الميكروباص بيقدر ان هو يلحقه ويقف قدام الاتوبيس، وبينزل سواق الاتوبيس والمحصل اللي معاه علشان يبعدوهم عن الطريق، لكن بيكون مصيرهم اصابات قويه جدا من الاسلحه اللي موجوده مع السواق والبلطجيه اللي معاه. وهنا سواق الاتوبيس ما بيلاقيش غير حل واحد، هو ان يجري فورا على اقرب اسم ويجيب قوه من البوليس علشان يقدر يحمي الركاب والاتوبيس من البلطجيه دول. وطلب من الكمساري وشويه ركاب ان هم يحاولوا يعطلوهم لغايه ما يروح اسم الشرطه. بس للاسف الكارثه بتبدا من هنا، لان البلطجيه اخدوا مفاتيح الاتوبيس من السواق وركبوا الاتوبيس وخطفوا الاتوبيس وبالركاب اللي جواه وبالمحصل وبكل حاجه.
وبداوا يهددوا الركاب اللي كانوا مرعوبين من اللي بيحصل واللي كانوا بيصرخوا بصوت عالي، يمكن حد من الطريق يشوفهم ويقدر ينقذهم من البلطجيه دول. لكن مفيش فايده، البلطجيه كانوا سايقين الاتوبيس باقصى سرعه وكانوا عمالين يتمايلوا بيه يمين وشمال، والناس اللي كانت موجوده على الطريق كانت شايفه اتوبيس نقل عام عمال بيتمايل يمين وشمال وبيتخبط على كل جنب شويه، وصوت الصراخ اللي كان طالع من الاتوبيس كان صوت مرعب جدا. ساعتها الاتوبيس وصل لقريه اسمها ميت بنما موجوده على طريق القناطر الخيريه، والناس كلها كانت مستغربه، هو كده الاتوبيس ده خرج عن السيطره وهيعمل حادثه ولا في مشكله جوه الاتوبيس مع الركاب؟ كل ده والكمساري وشويه ركاب من الموجودين في الاتوبيس عمالين يتخانقوا مع البلطجيه عشان يحاولوا يوقفوهم، بس للاسف كان البلطجيه عمالين يطحنوهم ضرب لان معاهم اسلحه حاده. طبعا صوت الصراخ وصوت الضرب والسرعه اللي كان ماشي بيها الاتوبيس اكنه مشهد من فيلم رعب استمر لاكتر من ساعه على الطريق، ومحدش كان عارف يوقف الاتوبيس ولا حد من الركاب اللي جوه قدر يوقف البلطجيه. وبعد شويه سواق الميكروباص اللي كان سايق الاتوبيس صرخ في الناس وقال لهم انا عارف ان انتوا مالكمش ذنب، بس انتوا هتموتوا النهارده، لان اتوبيسات النقل العام من ساعه ما ظهرت وهي واخده كل الزباين من الميكروباصات، خاصه كمان ان هم بيخفضوا الاجره عن اجره الميكروباصات، فهم قرروا يدوا درس للحكومه ويخطفوا اتوبيس نقل عام بالركاب اللي جواه وكمان يرموه في النهر، وساعتها هتكون حادثه كبيره جدا هتخلي اتوبيسات النقل العام ما تطلعش على الطريق تاني. لكن الركاب عمالين يقولوا له انك لو عملت كده هيخلي الشرطه تحكم عليه بالاعدام، والحقيقه ان الركاب فضلوا يجادلوا معاه لوقت طويل هو والبلطجيه اللي كانوا معاه، لحد ما اخيرا السواق رضي ينزل الناس من الاتوبيس ويوقع الاتوبيس فاضي في النهر، وبكده يسبب خساره كبيره للحكومه عشان توقف اتوبيسات النقل العام اللي هي بتخسرهم زباينهم. لكن كل ده من غير ما يكون عليه ولا حكم ولا ان هو موت الناس كمان، وفعلا بيوقف الاتوبيس في شارع جانبي وينزل كل الناس من الاتوبيس. لكن في اللحظه الاخيره كان في محامي راكب معاهم في الاتوبيس فقدم له نصيحه وقال له انك لو عملت كده انت كده بتهدر اموال مال عام، ودي بيكون فيها حكم كبير جدا وممكن يوصل للمؤبد. كلام المحامي اثر في السواق وخلاه يرجع في قراره مره تانية، وهنا السواق قرر ان هو ما يعملش اي حاجه في الاتوبيس ويرجع بيه على القناطر ويسيبه هناك في منطقه مقطوعه ويخلي جواه الكمساري عشان يخلي باله من العهده بتاعته. ساعتها سواق الميكروباص فكر في طريقه يخرج بيها من الكارثه اللي هو دبس نفسه فيها علشان ينقذ نفسه من المساءله القانونيه، خاصه ان كان في شهود كتير جدا وكده كده هيجيبوه. عشان كده سواق الميكروباص بيروح اسم الشرطه وبيقدم بلاغ وبيقول لهم ان سواق الاتوبيس كسر له الميكروباص بتاعه، لكن لسوء حظه سواق الاتوبيس قدم بلاغ في اسم الشرطه وطلعت اخباريه بمواصفات المجرم ده، وهو اول ما دخل اسم الشرطه قبضوا عليه على طول. وطبعا كده سواق الميكروباص جالهم على طبق من فضه. تفتكر يا عزيزي المشاهد الموضوع انتهى على كده؟ لا، ده بالعكس، دي البدايه من اول وجديد. السواق لما لقى نفسه ان هو هيروح في داهيه بدأ يلبس قناع البراءة ويبعد عنه كل التهم، وبدأ يقول ان سواق الاتوبيس هو اللي خبطه وكسر له الميكروباص بتاعه، ولما حاول يكلمه بالذوق نزل هو والكمساري اللي كان معاه وفضلوا يضربوه. ساعتها الضابط بيسأله انت ازاي بتقول كده وانت طلعت تجري وراه بالميكروباص؟ فبيرد عليه السواق بيقول له انا طلعت اجري وراه عشان يروح معايا القسم عشان نعمل محضر اثبات حاله واقدر اخد التأمين على الميكروباص بتاعي، وانه مش هو اللي عمل التلفيات ده في الاتوبيس النقل العام ولا اللي كسر ازاز ولا اللي كسر مرايات. الاغرب من كده انه بيقول ان الزباين اللي كانت موجوده معاه في الميكروباص هي اللي كسرت الاتوبيس لانهم لقوه سواق طيب ومسالم ومش عارف ياخد حقه فقرروا ان هم يدافعوا عنه. فالضابط بيساله طب انت ليه خطفت الاتوبيس بالركاب اللي كانوا موجودين جواه؟ وهنا سواق الميكروباص اتظاهر بالبراءه وقال له انا ما كنتش خاطف الاتوبيس، هو شاف ان ركاب الاتوبيس الدنيا اتعطلت معاهم والليل ليل عليهم فقرر ان هو يسوق الاتوبيس لحد القاهره ويوصلهم ويكسب فيهم ثواب. لكن بعد ما وصل لنص طريق القاهره اكتشف ان هو ممكن يستخدم الركاب الاتوبيس كشهود معاه في القضيه علشان يقدر ياخد حقه ويدفع التامين بتاع الميكروباص، وده اللي خلاه يرجع بيهم تاني على القناطر. طبعا الضابط بيشوف تضارب الاقوال بتاع سواق الميكروباص وان هو متوتر ومش عارف يقول ايه عشان هو غلطان، فبيساله عن المكان اللي هو ركن فيه الاتوبيس، ولما بيروح المكان بيلاقي الاتوبيس فيه تلفيات كتير جدا، وللمره الاخيره سواق الميكروباص بينفي ان له علاقه باي تلفيات حصلت في الاتوبيس. طبعا الموضوع كان واضح تماما والتهمه ثابته على سواق الميكروباص، لكن الشرطه حققت في القضيه وسالت الركاب اللي كانوا موجودين في الاتوبيس، وهنا بانت الحقيقه ان السواق كان ناوي يرمي الاتوبيس في النهر علشان يدي درس للحكومه وكل سواقين هيئه النقل العام، وان هو خبط الاتوبيس وجاب شويه بلطجيه عشان يضرب الكمساري والسواق الاتوبيس اللي معاه. ساعتها سواق الميكروباص ما بيقولش ولا كلمه لان التهمه ثبتت عليه، وساعتها دخل السجن وتوجهت له 5 تهم: اهدار المال العام، وضرب موظف اثناء تأدية عمله، وخطف وارعاب المواطنين، وعمل شغب وبلطجه. وفي النهايه اتحكم عليه ب7 سنين سجن، اما اللي كانوا معاه فكل واحد اتحكم عليه ب3 سنين بس. وبكده يكون قضيتنا خلصت. عايزك تكتب لي دلوقتي في التعليقات، وما تنساش لو انت اول مره تشوفني تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.